من زمان قوي ضحكوا على الست وخلوها تصدق ان عشان تحصل على القبول والاعجاب والرضا والحب لازم تكون جميلة من بره، وخلوها تصدق ان عشان تبقى جميلة من بره لازم تغير حاجات كتير، تغير في لون شعرها، في لون عينيها، في تخانة شفايفها. حتى بقت بتصدق ان الجيم والدايت اللي بتعمله مش عشان صحتها، لا ده علشان احافظ على شكلي الخارجي، عشان انا لازم ابقى جميلة بالمعايير العالية جدا اللي حطوها واهلكوا بيها الست واهلكوا الراجل كمان. الراجل دلوقتي بقى من كتر ما شايف معايير فظيعة قدامه مش عارف يبص فين ولا فين، ولا حتى في راجل من الرجالة عاجباه مراته. نسوا يقولولك ان الجمال الحقيقي جوه مش بره، بس انا هقولك ان جمالك الحقيقي في حنانك، في رقتك، في انوثتك، في الامباثي بتاعتك، في تعاطفك مع الاخرين. جمالك الحقيقي في الانتويشن اللي ربنا عطاها لك انتي وما عطاهاش للراجل. الانتويشن هو الحدس والسنس اللي بيبقى موجود عندك، وبتعرفي تقري بيه اللي قدامك من غير ما يتكلم، وتعرفي حتى لو اتكلم تقري بيه اللي بين السطور من غير ما يقوله او يعبر عنه، وبتعرفي بيه ان انتي تجنبي عيلتك واهلك مشاكل كبيرة ممكن تقع لهم وهم مش واخدين بالهم منها. وبالانتويشن اللي عندك انتي بقيتي تقدري مع جوزك ومع اولادك انكم تاخدوا قرارات اكتر حكمة وقرارات اكتر امان. عايزاكي تركزي مع الانر باور اللي عندك، مع طاقتك الداخلية، افهميها، فعليها، طلعيها، استخدميها صح. وصدقيني طول ما انتي عاملة كده، طول ما ثقتك بنفسك هتبقى عالية، وجمالك الداخلي هينعكس على جمالك الخارجي. ساعتها لو انتي فعلتي الفيمينين انرجي بتاعتك والانر باور القوية اللي عندك، اللي هي بتعتبر قوة رهيبة انتي مش حاسة بيها ولا مصدقاها، بس هي فعلا قوة هايلة، واللي بتخليكي بيها قوية وذكية وجذابة.